ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض هنفطر ايه النهارده في الدايت. كده جهزنا ولبسنا ونزلنا الشغل، وصلنا الشغل طبعا. اول حاجه كده عملت كوبايه نسكافيه بلبن دايت تحفه، وبعد كده رحنا بقى نصلي الظهر، ربنا يتقبل منا جميعا. لازم ما ننساش نصلي الظهر واحنا في الشغل. بعد كده بقى الفطار اللي معايا النهارده كنت جايبه جبنه قريش وعليها خيار وفلفل اخضر، وحط عليهم زعتر وبابريكا. بعد كده بقى خلصنا يومنا في الشغل وركبت الباص ومروحة. هنروح بقى البيت عشان نحضر الغدا بقى بتاعي كان بيضتين مسلوقين ومعاهم شوية خضار، خيار وطماطم وزيتونة، طبعا كوباية مية كبيرة، والعيش اللي احنا عاملينه. العيش ده انا عاملاه، هنزل لكم الفيديو بتاعه قريب. والبيض بقى حطيت عليه شوية زعتر كده وحبة البركة. ده بقى الكرواسون بتاع دومتي الجديد، قلت اجيبه واجربه كده معاكم، بس للاسف ما لقيتش غير الطعمين دول، هما نازلين بالبسطرمه وبالجبنه الاسطنبولي وبالجبنه الفلامنك وبالهالبينو. انا ما لقيتش غير الجبنه الفلامنك والهالبينو، قلت اجربه كده معاكم واقول لكم ايه رايي فيه. الجبنه الفلامنك كان طعمه تحفه، والجبنه الفلامنك باينه فيه، والهالبينو كان حلو برضو بس ما عجبنيش لانه فيه لسعه كده. انا كنتش حاسه بطعم جبنه، كنت حاسه بطعم كده حاجه حراقه بس على خفيف، اللي هو طعم الهالبينو، وانا اصلا ما بحبش الفلفل، فعشان كده ممكن يكون ما عجبنيش. انما الفلامنك حلو جدا، نازل كمان منه بالبسطرمه وبالجبنه الاسطنبولي. ان شاء الله هجيبهم ونجربهم سوا. هو سعره 7 جنيه. قولولي بقى انتوا فطرتوا واتغديتوا ايه في الدايت؟